السعادة مش بالفلوس، ولا عمرها كانت بالفلوس العادية. السعادة بالملايين. طبعا زي ما احنا عارفين. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا زي ما انتوا شفتوا العنوان بتاع الفيديو، انا جيت لكم بفكرة زي ما كنت قايله لكم في الفيديوهات القديمة. هنعمل فكرة بسيطة كده ونغير في البلكونة بتاعتنا بأقل الإمكانيات، وفعلا أنا بتكلم بأقل الإمكانيات. يعني مش هقول لكم بأقل الإمكانيات وأروح أجيب حاجات وأجيب أقول لكم ده عندي من البيت. صراحة يا جماعة، أنا الفكرة دي ما كلفتنيش غير بالظبط، يعني اللي أنا دافعاه بنفسي 40 جنيه، وال40 جنيه بتاع الثبتين اللي انا هوريهولكوا دلوقتي. يعني وكله من البيت، ويلا بينا مع بعض نشوف الفيديو. طبعا فكيت الثبت القديم بتاع المشابك. زي ما انتم شايفين، انتوا عارفين ان احنا كلنا عندنا مشاكل في البلكونة مع غسيل الغسيل وايه غسيل الغسيل دي مع تنشير الغسيل. وثبت المشابك بيقعد يتكب في الارض وبنقعد نلم والولاد تبهدله وي 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 والكلام ده انا عارفاه. طبعا انا جات لي فكره كده من فتره ان انا اعلق ثبت المشابك في الحديد، والفكره الحمد لله عجبت ناس كتير لما شافوها لما كنت بنشر في البلكونه وكده، ولفتت نظر ناس كتير. فانا حبيت نعمل زي قعده صغنونه. انا بلكونتي مش كبيره والحمد لله، ومش صغيره. حلوه جدا وانا مبسوطه بيها جدا وحبها جدا. ابتديت كده لمعت الحديد زي ما انت شفتوا، وخلعت الثبت وجبت الجردل من أسوأ الجرادل اللي اتعملت في الحياة. هو الجردل ده يا جماعة، مش عارفة هو عامل عندي انا كده بس، ولا عند ناس كتير كده، ولا ايه مش عارفة. طبعا انتوا شفتوا كده ان انا لمعت، بس انا لقيت ان التوم وقع كتير، فقلت لا انا هكنس، فكنسته وبعدين لمعت. طبعا اختصارا دي مش فكرة الفيديو بتاعنا، انا بس حبيت اوريكم انا بعمل ايه. طبعا البلكونة مش للبصل والثوم فقط، لا هما للبصل والثوم وللقعدة برضو. احنا لازم نحس ان احنا قاعدين في مكان لطيف يعني. الكرسيين دول جوزي كان جايبهم لي في عيد الام. تمام، الكرسيين دول انا ما اشتريتهمش صراحة، والكراسي دي عند ناس كتير وفي بيوت كتيرة جدا. هنا كده طبعا كنت بظبطهم جنب بعض، بشوف انا كنت عايزه اعمل لهم ادخلهم جنب بعض بورب كده، مش مش جنب بعض لاين واحد، بس للاسف هم جم لاين واحد كده جنب بعض. عشان خاطر لو كانت الكراسي كنزة شوية عن كده كانوا هيجوا بورب، عشان كمان الازازة بتاعت التكييف. طبعا هنا كده قلت افكر الكراسي مش جايه غير كده، اعمل ايه. ماما توصلت الفكره دي، وهي دي السبيته اللي انا بقول لكم عليها. طبعا كانت التوكه اللي انا عاملاها باظت، فبقول لكم ايه ده. معلش لو انا مسرعه الفيديو قوي، بس عشان ما تزهقوش فكره، وما حبيتش ان انا اكبر وقتها قوي، وفي نفس الوقت تستفادوا وفي نفس الوقت ما تبقوش زهقانين. بصوا بظبط كده الموبايل علشان اوريكم. بختار بقى المكان اللي انا هعلق فيه. ده بورصل من بتاع القماش، او حبل من اللي عندك، او دبارة، او اي شريط عندكم، او حتى شريط الستان اللي احنا بنزين بيه البطاطين مع بعض ده. اي حاجة هتنفع. فكرة بسيطة جدا وما تكلفيش نفسك فيها قوي يعني. هي السبتة دي اللي غليت بس عشان هي بصراحة نوعها نضيف، اللي هي الوطنية. السبت ده كان عامل 20 جنيه. هتقولي لي كده غالي، اقول لكم السبت دوت كان عامل 10 جنيه، وكان ب7.5، بس طبعا مع الظروف اللي احنا فيها الكلام ده كله انتهى. تمام. علقته كده زي ما انتم شايفين، ربطته كده جامد في الحديد. بصوا ثابت ازاي، بوريكم ان هو جامد يعني. واهو بصوا بوريكم، بلم وبحط وباخد وبنشر. يعني شايفين سهل جدا. ده القديم اهو، عبيت منه المشابك. طبعا انا عندي مشابك بلاستيك حطيتها في الثبت اللي هحطه هناك، بس غسلتهم الاول، والخشب ما كانش فيهم اي حاجه وكانوا كويسين جدا لاني بستخدمهم على طول. تمام. وادي التاني اهو، كنت غسلت المشابك. كوبايه الشاي باللبن وانتي قاعده لوحدك بجد يعني بتوديكي في حته تاني خالص. المهم رصيتهم اهو زي ما وريت لكم، وده الشكل النهائي بتاع البلكونه زي ما انتم شايفين. يا رب يعجبكم.
طبعا معلش انا منشره، انتوا عارفين الحبال ما بتخلاش. ادي المشابك، بصوا الشكل جميل ازاي ونظافه كده. وحطيت الزهريه ديت، وده الكرسي على فكره مكسور عندي اللي انا عاملاه زي طقطوقه كده او ترابيزه. بصوا بوريكم كده. هنا بقى حبيت بقى اوريها لكم بعدسه واسعه واكبر واوريكم المساحه. حطيت سجاده صغنونه كده عشان اللي يقعد يسند رجله عليها. وحطيت المفرش دوت على الكرسي. وحاجه بسيطه جدا يعني، بسيطه جدا زي ما انتم شايفين. طبعا هنا بقى قلت لكم بقى ايه، حبيت اجرب المكان. وعملت كوبايه شاي باللبن. وبصوا قعدت لو مثلا جوزي قاعد جنبي، ابنك اختك صاحبتك، وعايزين تقعدوا كده قاعده روقان. وحتى لو قدامكم جيران ادينا شادين الستاره وخصوصيتنا محفوظه. وهي الناس كلها يعني ناس محترمه وناس كويسين جدا اللي ساكنين جنبي. مفيش منهم اي مشاكل، بس يعني تحفظا للخصوصيه وانتي قاعده انتي وصاحبتك وكده وبتتكلمي. حطيت بقى كحكايتين كده من بتوع العيد. طبعا الكحك ده عاملينه عندنا في المحل. معمول لي وصايه، بابا عملوا لي وصايه. كحك بالعين الجمل عشان بحبه جدا. طبعا ما ناخدش بالنا من الشبشب اللي على جنبه ولا النيش، عشان بس انا كنت موسعه لكم التصوير وبس. ده الشكل النهائي بعد ما خلصت وقعدت والدنيا هاديه جدا. وهوريكم صوره كده لطيفه وانا قاعده هتعجبكم قوي. بس كده وصلنا بقى لنهايه الفيديو مع بعض. بصوا، السعاده مش محتاجه فلوس، لا، السعاده محتاجه ملايين. عشان نكون صراحة مع بعض، الساعات محتاجة ملايين. بس هي كل الفكرة زي ما كنت كاتبه لكم في العنوان، ان بجد بأبسط الاشياء بنحاول نسعد نفسنا في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بقينا فيها دي. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين الدنيا عملت ازاي وزنقت ازاي. ما تضايقوش على نفسكم يا جماعة، بسطوا الامر، صدقوني الدنيا سهلة ومش مستاهله والله العظيم. اقل حاجه هتفرق في المود. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا قاعده من الصبح متضايقه ومخنوقه بقى، وشريط حياتي بقى بيجري قدامي وزعلانه وكميه اكتئاب ملهاش نهايه. بس الحمد لله الحمد لله بعد اللي انا عملته، حاجات بسيطه قوي. صراحه انا ما اشتريتش غير الكرسيين وكرسيين جوزي اللي كان جايبهم لي وفي عيد الام زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات. بس حقيقي انا كل اللي انا عملته ده من البيت. يعني انا ما عملتش اي حاجه، ما زودتش اي حاجه، ما اشتريتش اي حاجه. واشتريت دول بس. دول كانوا الاتنين ب40 جنيه، الواحد كان ب20 جنيه. حاجات بسيطه قوي وهايفه. المفروض كنت اجيب زرع هنا كده واحطه، بس مش عارفه هجيبه قبل ما انزل الفيديو اصور لكم مقطع ولا لا. بس ويا رب يكون الفيديو عجبكم واتبسطتوا منه. ولو انتم شايفين ان المحتوى دوت مفيد اعملوا له لايك وشير. باي باي.